السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الناس كلها بيظهر عندها، لكن كله بيتعامل معاه غلط. مبدئيا كده ادي صورة سكرين شوت قدامكم اهي، تمام؟ دي نتاية يا جماعة، لكن عندها فتاء شرجي. ده جالها منين؟ ده بيبقى بسبب احتباس بيضة كانت جواها بيضة، وقعدت 3 4 ايام او 5 6 ايام البيضه محتبسه جواها، وعماله تضغط على نفسها عشان خاطر تنزل البيضه. وفي الاخر البيضه نزلت، لكن للاسف بتنزل، تمام؟ والرحم بتاعها بيتقلب، وكيس البيض بيخرج معاها، وبذلك بيبقى عندها الجزء اللي انت شفتوه اللي هو ايه، اللي بنسميه الفتاء الشرجي. طيب، اولا لازم نقول للناس ده اسبابه ايه. اولا ده اسبابه نقص مجموعه فيتامين بي كومبلكس، تمام؟ فيتامين بي كومبلكس اللي هو بيطري، ماشي؟ او تستخدم اي جي بيديكال، او ديكال بي 12، او بيديكال بشري، تمام؟ ده مهم جدا لاي جوز حمام هيبيض في خلال ايام، تمام؟ قبل ميعاد البيض ب3 ايام تديها 3 ايام منه، ومش هتلاقي الكلام ده تاني. طيب، الحاله اللي قدامنا دي علاجها ايه؟ علاجها ان انت نمره واحد هتحط في الميه، ماشي؟ تتعزل النتايه، ده نمره واحد، تتعزل النتايه. نحط في الميه فيتامين ب كومبلكس، تمام؟ لمده اسبوع. ونجيب بتادين بتاع الجروح، طبعا العلبه فيها بوز، تدخل البوز في فتحه الشرج وتنقط جوه فتحه الشرج عادي، وتنقط من بره وتطهر لها الكلام ده، وتبتدي تدوس بايدك تدخل الجزء اللي خارج ده وهو عليه بتادين، تزقه بصبعك كده تدخله جوه كل مره، تمام كده؟ وتدهن مرهم مضاد حيوي بشري زي الديكساترول مثلا، اي نوع من مرهم مضاد حيوي. الكلام ده مرتين في اليوم لمده من 3 ايام ل5 ايام، تمام يا جماعه؟ ده مهم. فاحنا لازم، البتادين مهم يا جماعه، والمرهم المضاد الحيوي ده مهم جدا، هينشف الجرح، تمام؟ بس لازم تزق كل مره، تحط مضاد حيوي على صبعك، وتغرق بيه فتحه الشرج داخليا وخارجيا، وتزق لجوه، تمام؟ واوعى تحطها مع الذكر. وطبعا الفيتامين بي متكامل اللي موجود في الميه ده مهم، عشان هي حصل لها كده مشاكل في عضلات الحوض من جوه، تمام يا جماعه؟